تعمل لعبة كاملة بالذكاء الاصطناعي من غير ما تكتب ولا سطر كود، والأجمل من كده إن اللعبة دي هتكون شغالة فعلا وتقدر تلعبها من على الكمبيوتر أو الموبايل، وكمان تبعت لينك لأي حد في أي مكان في العالم ويلعبها بكل سهولة. وفي الفيديو ده هنعمل كل ده خطوة بخطوة، هنبدأ من الصفر خالص، إزاي تجيب فكرة لعبة حتى لو ما عندكش أي فكرة، وإزاي تخلي تشات جي بي تي يكتب لك برومت احترافي ينفع لأي لعبة أنت عايز تعملها بدل ما تعتمد على برومت جاهز من أي حد. وبعدها ناخد البرومت ده ونروح نبني اللعبة كاملة، ولو طلع فيها أي مشكلة أو احتاجنا نضيف أي تعديل أو تحسين هنعرف إزاي نخليه يعدلها بسهولة من غير ما نلمس الكود. وفي الآخر هنعرف إزاي ننشر اللعبة ونخلي أي حد يقدر يدخل عليها من أي جهاز وأي مكان بمجرد لينك واحد. ولو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الشرح. تبقى قبل ما نروح ونبدأ نعمل اللعبة محتاجين الأول نعرف هنعمل لعبة إيه، ولو أنت عندك الفكرة بالفعل تقدر تتخطى الجزء ده وتروح لجزء كتابة البرومت. لو أنت ما عندكش أي فكرة فتشات جي بي تي هيقدر يساعدك في ثواني. هتدخل على تشات جي بي تي وتكتب له برومت بسيط زي ده، تقول له مثلا اقترح لي 20 فكرة لعبة بسيطة وممتعة وتنفع للويب وسهلة التنفيذ، وهنستخدم جوجل اي اي ستوديو. نقول له الأداة اللي احنا هنستخدمها علشان ده هيفرق كتير معانا في كتابة البرومت، علشان لو ما عملتش الخطوة او ما كتبتش الكلمة دي ممكن يكتب لك برومت بس مش هيتقبل او مش هينفع مع الأداة دي، فلازم تقول له الكلمتين دول. وطبعا بدل 20 تقدر تكتب 10 او 30 او اي عدد انت عايزه. وزي ما احنا شايفين هيبدأ يطلع لنا مجموعة كبيرة من الافكار على حسب العدد اللي احنا كتبناه، وكل فكرة معاها وصف بسيط كده للعبة او بعض الحاجات اللي هتكون في اللعبة. انا مثلا عجبتني الفكرة دي، هناخد الفكرة وهنروح على تشات جي بي تي نحط له اسم اللعبة او الفكرة اللي احنا اخترناها، وبعدين نقول له عايزين برومت احترافي للعبة دي لكن يحتوي على التفاصيل دي. لكن في نقطة مهمة جدا ناس كتير بتعمل غلطة هنا، بتقول له اكتب لي برومت للعبة وخلاص، وده بيخلي النتيجة في اوقات كتير تبقى ضعيفة او ناقصة. الافضل انك تحدد كل التفاصيل اللي انت محتاجها. يعني انا مثلا هنقول له هنا اكتب لي برومت احترافي باللغة الانجليزية، وهنقول له مثلا زي ما قلنا لجوجل اي اي ستوديو، وهنقول له خلي البرومت يحتوي على فكرة اللعبة وطريقة اللعب وشكل اللعبة والفوز والخسارة والتحكم والأصوات والمراحل والتكنولوجيا المستخدمة. وطبعا كل ما تضيف تفاصيل أكتر كل ما النتيجة غالبا هتكون أفضل. وبعد ما البرومت يخلص هنعمل كوبي، ودلوقتي خلاص بقينا جاهزين إن احنا نروح نبني اللعبة. دلوقتي بعد ما بقى معانا برومت هنروح على جوجل ونكتب جوجل اي اي ستوديو. طبعا هسيب لكم لينك الموقع في اول تعليق وفي وصف الفيديو علشان تقدروا توصلوا له بسهوله. بعد ما تفتح الموقع سجل الدخول بحساب جيميل بتاعك عادي جدا، ولو اول مره تدخل عليها هتلاقي الواجهه بالشكل ده. هتروح من القائمه اللي على الشمال دي وتضغط على نيو اب، وده المكان اللي هنبني فيه اللعبه. هنجيب البرومت اللي اخدناه من تشات جي بي تي ونحطه هنا. بس قبل ما نبدا خلينا اقول لكم ليه اخترنا جوجل اي اي ستوديو مع ان في ادوات كتير تانية بتعمل نفس الفكره. اول ميزه انه مجاني وتقدر تبدا تستخدمه من غير ما تحتاج اي برامج. تاني ميزه كمان انه سريع جدا في كتابة الكود وبناء المشاريع. تالت ميزة انه بيقدر يشغل اللعبة قدامك من غير ما تحتاج تحملها الاول. وكمان لو حصل اي خطأ او حبيت تعدل اي حاجة تقدر تكلمه باللغة العامية حتى وهو هيعدلها لك بدون ما تبدأ من الصفر، ودي من اكتر الحاجات اللي بتميزه. وبعدين هنضغط على بيلد وهنسيبه يبدأ يشتغل. وزي ما احنا شايفين بدأ يبني اللعبة. على الشمال هيبدأ ينشئ ملفات المشروع، وهنا قدامنا بيكتب الكود خطوة بخطوة. وعلى حسب حجم اللعبة وسرعة الإنترنت الموضوع ممكن ياخد وقت من 5 ل10 دقايق تقريبا ولحد ما اللعبة تخلص. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأنه بيفرق جدا في انتشار المحتوى، وكمان اشترك في القناة لو حابب تشوف شروحات أكتر عن الذكاء الاصطناعي. وأول ما اللعبة تخلص هنجربها مع بعض ونشوف النتيجة اللي طلعت. وزي ما احنا شايفين كده اللعبة خلصت معانا وبصراحة شكلها طالع احترافي جدا. دلوقتي عشان نجرب اللعبة هنضغط على كلمة لانش دي ونشوف النتيجة مع بعض. أول ما اللعبة تفتح زي ما احنا شايفين دي القطعة اللي احنا هنلعب بيها. وفكرة اللعبة ببساطة إن في كتل بتنزل من فوق بشكل مستمر، وانت مطلوب منك تفضل تتحرك وتتفاداها علشان ما تخسرش. اللعبة ملهاش نهاية، وكل ما تفضل عايش وقت أطول كل ما السكور بتاعك يزيد. ولو بصينا فوق على اليمين هنلاقي التايمر بيحسب الوقت اللي قدرت تستمر فيه، وفوق على الشمال عندنا السكور الحالي وتحته أفضل سكور حققته قبل كده. وكمان زي ما احنا شايفين الكتل مش شبه بعض، في اشكال والوان مختلفه وكل واحده بتنزل بطريقه مختلفه، وده مخلي اللعبه مش ممله لانك كل شويه بتتعامل مع تحدي مختلف. ولو بصينا فوق كمان هنلاقي شريط بيوضح احنا وصلنا لفين في المستوى الحالي. كل ما الشريط بيتملي اللعبه بتدخل في مستوى جديد والصعوبه بتزيد تدريجيا. وده كمان مش كل حاجة، في هدايا بتنزل أثناء اللعب زي الدرع مثلا، لو أخدته بعدها كتلة خبطتك مش هتخسر لكن الدرع بيشتغل مرة واحدة بس. وفي هدية تانية بتخلي الكتل تقع بشكل أبطأ، ودي بتديك فرصة إنك تتحرك بسهولة وتحقق سكور أعلى. وكمان في هدايا وفي حاجات تاني، بس أنا بشرح لكم كمية التفاصيل اللي هو عملها في حوالي 5 أو 10 دقايق بالكتير والاحترافية اللي طلع بيها اللعبة. وبصراحة النتيجة بالنسبة للبرومت واحد ومن غير ما نكتب ولا سطر كود فهي ممتازة جدا. لكن خلونا نجرب حاجة مع بعض. حتى لو اللعبة طالعة كويسة جدا ممكن نطلب أي تعديل إحنا
احنا عايزين. مثلا ممكن نقول له خلي الخلفيه تتغير تدريجيا كلما زادت الصعوبه او تغير مستوى جديد مثلا. هنبعت له التعديل ونستنى شويه لحد ما يخلص. تمام كده خلص معانا. تعالوا نجرب ونشوف هل فعلا التعديل اتطبق ولا لا. وزي ما احنا شايفين اول ما بدانا نتقدم في اللعبه الخلفيه بدات تتغير تدريجيا مع زياده الصعوبه، وده مدي اللعبه شكل احسن واحساس ان في تطور مع الوقت. على العموم اي فكره او اي تعديل او اي تحسين يجي في دماغك ابعته لجوجل اي ستوديو وهو هيعدلها على نفس المشروع في ثواني. دلوقتي وصلنا لاخر خطوه ودي من اهم الخطوات في الفيديو كله، لان اللعبه دلوقتي شغاله عندنا على جوجل اي ستوديو، لكن احنا عايزين نخلي اي حد يقدر يلعبها من اي مكان سواء من الموبايل او الكمبيوتر باستخدام لينك واحد بس. اول حاجه هنعملها هنروح على كلمه كود دي نضغط عليها، وبعدين هنضغط على اكسبورت ونختار داونلود. كده هيبدا يحمل ملفات اللعبه عندنا على الجهاز. بعد التحميل ما يخلص هنفك الضغط عن الملف وهندخل على فولدر اللعبه على الجهاز، وبعدين هنفتح الترمينال داخل الملف ده. ولو مش عارف ازاي تفتح الترمينال الموضوع بسيط جدا، هتروح على شريط العنوان اللي فوق ده وهتكتب CMD واضغط انتر ويفتح معاك الترمينال مباشرة داخل نفس الفولدر. دلوقتي هنكتب الامر اللي قدامكم على الشاشة ده. كمان الاوامر برضو هسيبها لكم في وصف الفيديو وفي اول كومنت، ونستنى شوية لحد ما يخلص. بعدها هنكتب الامر الثاني وبرضو هنستنى لحد ما يخلص. وزي ما احنا شايفين ظهر معانا فولدر جديد اسمه ديسك، هو ده الفولدر اللي هنرفعه على الانترنت، هو ده المطلوب. دلوقتي هنروح على جوجل وهنكتب اسم الموقع اللي احنا هنرفع عليه اللعبة في اقل من دقيقتين بالظبط. هسيب لكم برضو لينك الموقع في وصف الفيديو وفي اول تعليق. بعد ما ندخل هنسجل حساب جديد باستخدام الجيميل. بعد تسجيل الدخول هنروح من القائمة اللي على الشمال ونختار وركرز وبيجز، وبعدين نضغط على كرييت ابلكيشن ونختار ابلود، وبعدين نختار فولدر الديسك اللي اتعمل معانا. ممكن كمان تحط اسم للعبة بتاعتك هنا، وبعدين تضغط على الكلمة دي ديبلوي ونستنى ثواني، وبكده الموقع هيطلع لنا لينك اللعبة. خلونا نفتحه مع بعض. زي ما احنا شايفين اللعبة اشتغلت بدون اي مشاكل، ودلوقتي اي حد معاه اللينك ده هيقدر يدخل ويلعب اللعبة مباشرة من المتصفح من غير ما يحمل اي حاجة. وده من على الكمبيوتر وده كمان من على الموبايل. جربته من على الموبايل علشان نشوف مع بعض، وزي ما احنا شايفين شغالة بنفس الكفاءة وكل سهولة. وده كان هدفنا من أول الفيديو، إننا نبدأ بفكرة بسيطة ونحولها للعبة حقيقية وننشرها على النت، وكل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي من غير ما نكتب ولا سطر كود. ولو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لي في التعليقات ايه أول لعبة انت عايز تعملها، وأنا هحاول أعمل عنها شرح في فيديو جاي. وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.